جزء من الحركه الطلابيه، ونحن جزء ايضا من المجتمع المدني. خلينا نفهموا حاجه، انا جاي نحكي باسم منظمات مدنيه ومنظمات حقوقيه ومنظمات مدنيه، بلي كفانا اكاذيب وكفانا مراوغات وكفانا اعتداء على الحريات والحقوق. راهو الشباب عمل ثوره، علاش اعداء الثوره تو قاعدين يحطوا في المشاكل؟ اعداء الثوره ناس مرتزقه قاعده تحط في المشاكل. استاذ انا نخلص فيه كطالب، نخلص فيه بابا باش يقرر، باش يمنعني انا من ندخل نقرا او يمنع زميلي تقرا في اي حق. وظيفتك تجي تدرس انت، ما فماش قانون يمنع. علاش تمنع؟ والله غريبه. بالعكس انا نحب نقعد خاطر الناس اللي فوق ما يحبوش يقعدوا معنا. الولاد علاش؟ حاجه اكثر كي نمشوا لفلسطين نقول لك حجاب ولا شو ادري حاجه اخرى التفسير التونسي هو اصلا الحجاب. التفسير التونسي الناس كانوا عارفين لا تواجه معناها ما ندخلوش حجاب ولا نقاب. اسمع اي حجاب ولا نقاب، حجاب ولا حجاب يعني حجاب ولا نقاب كيف وتواف نرجع تواف والقراءات الكل تبقى على الشيعة سنة إيران ناخذوا بالالفاظ الموضوعيه اكثر باش نجموا نقدموا انه هذوما وقع منعهم هو مش وقع منعهم لانه يدخل والاستاذ يطلب منها، لان احنا عندنا حاله في العربيه ثم حاله واحده في السنه الثانيه ما ثماش. هذا اللي نعرفها انا على كل حتى الاستاذ اللي نعرف انه طلب منها تكشف وجهها رفضت، هو خرج من القاعه. ما لا كان سلوكها معها سيء ولا قلها اي شيء، بالعكس هو اللي وقع تم سلوك سيء. هذا نقعدوا نشوفوا المطالب بالضبط ونشوف كيش يحلوها. ما عندنا حل. المطلب هذا بسم الله الرحمن الرحيم. انا وسام عثمان، منسق عام للجنه الدفاع عن المحجبات بتونس ورئيس جمعيه الشباب المسلمين بتونس. موقفنا احنا حاليا جينا لهنا معتصمين من اجل حق المنتقبات في الدراسه ومن اجل ايضا الحصول على بيت صلاه للطلبه. المسألة بسيطة برشا، نحن حاليا في اعتصام سلمي داخل الكلية، نحن في اعتصام سلمي داخل الكلية منذ الصباح، منذ 8 معناها صباحا نحن في اعتصام سلمي من أجل حق المنتقبات في الدراسة والحصول على بيت صلاة. اللي وقع إنه الكلية إدارة الكلية وأساتذة الكلية قاعدين يسوفوا قاعدين يماطلوا ورفضوا تفاوضوا معنا. داخل هذه الكلية رفضوا إنه يخليوا الطالبات المنتقبات استاذ المشكلة، رفضوا إنهم يتفاوضوا معه. تم طرد أمام عيني معناها تم طرد الطالبات المنتقبات من أمام معناها مكتب العميد. العميد أيضا رفض انه يتفاوضوا معايا وتم طردي من امام مكتب العميد. العميد متعنت واكثر من ذلك مع الطالبات المنتقبات وقع الاعتداء عليهم لفظيا، وقع سبهم وشتمهم وقالوا انه هذو معاهرات حاشاكم، وقالوا الفاظ بذيئه لا اقدر على تردادها. فهمت؟ للاسف الشديد الطالبات هذو ما فما حتى نص قانوني يمنعهم من الدراسه، احنا طلبناه بالنص القانوني ما عطاناش حتى نص قانوني. اكثر من ذلك العميد للاسف مهبط بلاغ وهو باسم المجلس العلمي اللي مش من حقه. راهو المجلس العلمي كوظيفه قانونيا راهي وظيفه استشاريه، ومجلس العلمي مهمته تسيير شؤون الاداره وتسيير شؤون الكليه، مش من حقه يمنع او يصدر قانون او بيانات او غيره. فهمت؟ مصدر بيان يمنع فيه المنتقبات من دخول الدراسه اللي هو غير قانوني. انا نعتبر هذا الموقف موقف ايديولوجي وسياسي. فما ناس بقايا تجمع، فما ناس للاسف من اليسار المتطرف اللي هما شادين الكليات وكانوا في علاقه تنسيقيه مع بن علي، ناس كانت منسقه مع بن علي مازالت الى حد الان شاده الكليات. بقايا تجمع بقايا اليسار شادين الكليات وقاعدين يفرضوا في نمط معين للمجتمع. انا مقبل ريت استاذ قال احنا عندنا نمط معين للمجتمع نحبه يكون موجود في المجتمع التونسي. نحن مع حريه الشعب التونسي، مع حريه الطالبات، طالبه تحب تنتقب، طالبه تحب تلبس حجاب تلبس حجاب، ولا للعوده للوراء ولا لنظام بن علي ولا لبقايا بن علي ولا لسياسه بن علي. سياسه بن علي سياسه الاقصاء والمنع هذه مرفوضه، لانه الشعب التونسي اللي الاثار قال لا بن علي شو يقول لا زاد للعميد وغيره. كمل لي مع حول شنو؟ الو خويا نسمع فيك. الو انا رقم الهاتف بتاعي 55 873 252 252. تمام. عايش خويا. سلام. ويا حافظ كملوا.
بالنسبه لنا احنا الناس المعتصمين لهنا راهو الاعتصام اول حاجه قاموا به الطلبه، والناس الحاضره هنا كلها طلبه، فما عديد الطلبه لهنا ينتميوا لكليه الاداب بمنوبه، فما طلبه ينتميوا لمركب جامعي منوبه، فما طلبه ينتميوا لاجزاء جامعيه اخرى، لكن كنا طلبه. جينا لهنا من اجل حقوق شرعيه ومشروعه، وجينا لهنا من اجل مطالب شرعيه ونقوموا بها، ومطالبنا قاعدين نحققوا فيها بطرق سلميه. مطالبنا واضحه، حق المنتقبات في الدراسه وضد الاقصاء وضد القمع وضد رساله الطلبه، وحق الطلبه في الحصول على الصلاة من اجل اداء فريضه الصلاه اللي هي سامحني في كل الدول العربيه والاسلاميه عندهم بيوت صلاه في الكليات، المنتقبات يدخلوا يقراوا عادي. في الدول الغربيه كما انجلترا المانيا المنتقبات يقراوا عادي وعندهم بيوت صلاه، حتى في امريكا فما بيوت صلاه. لماذا في تونس ديما نحبوا نحطوا الاستثناء؟ في تونس فما سياسه للاسف تستهدف الاسلام، بقايا سياسه بن علي، سياسه بن علي اللي كانت فيما قبل تستهدف الاسلام، تستهدف بيوت صلاه، تستهدف المصلين، تستهدف الملتحين، تستهدف المتحجبات، للاسف ما زالت متواصله، تستهدف حاليا في المنتقبات، تستهدف بيوت صلاه، واللي واصل فيها بقايا التجمع كما قلت، ويسار للاسف شيوعي متطرف، للاسف هو مسيطر على النقابات، مسيطر على الكليات، ومسيطر احيانا حتى على اجهزه اخرى كما المندوبيات الجويه وغيرها. نحن هنا معناش نواصل ان شاء الله الاعتصام تاعنا السلمي الى حين تحقيق مطالبنا الشرعيه والمشروعه. ونحب بالله ناكد على مساله، راهو المساله هذه حق المنتقبات في الدراسه راهو دافعت عليه كل المنظمات الدوليه، منظمه العفو الدوليه مع حق المنتقبات في الدراسه، منظمه اصدقاء الانسان الدوليه مع حق لمقرها في فيينا مع حق المنتقبات في الدراسه، في تونس لجنه الدفاع عن المحجبات بتونس مع حق المنتقبات في الدراسه، حريه وانصاف مع حق المنتقبات في الدراسه، المجلس الوطني للحريات مع حق المنتقبات في الدراسه. فلماذا يقع رفض النقاب والمنتقبات من الدخول الى الدراسه ومن مزاوله حقوقهم الشرعيه ومشروعه؟ هذه حقوق دستوريه وحقوق معناها نص عليها كل المواثيق الدوليه وكل الشرائع السماويه. علاش القمع؟ علاش قاعدين نستهدفوا في شريحه من المجتمع؟ سبحان الله، كانهم الناس هذوما جايين من الخارج، كانهم جايين من زيمبابوي ولا منين؟ ناس ينتميوا لهذا المجتمع. اذا كان انت تحصلت على حريتك في انك تخرج عريان، والاخرى تحصل على حريتها انها تلبس بلوطه، والاخر متحصل على حريته انه يحط مسمار في خشمه، علاش الناس الاخرى ما تحصلش على حريتها في انها تلبس اللباس اللي يسرها هي واللي يرضي لها عقيدتها؟ هي تعتقد ومن حقها وعندها حريه المعتقد تعتقد ان ذلك النقاب فرض. نحن نساندها في حقها في ممارسه شعائرها الدينيه. نقطه وارجع للستر وحريتها في اللباس، وخاصه ما فماش نصوص قانونيه تمنع النقاب، تمنع ايضا تاسيس بيوت صلاه في الكليه. راهو انا سامحني فما حمله شرسه زيد نحب ناكد عليها من الاعلام، فما اعلام ماجور، اعلام كان يبايع بن علي في الفتره السابقه فهمت، وكان يسمسر بن علي، تو قاعد يشن في حمله على الشباب المتدين، للاسف قاعد يشن في حمله على اساس انه فما مجموعه من المتطرفين محتجزين العميد، قاعد يشن في حمله انه فما مجموعه من المتطرفين تهاجم في اساتذه وكذا، ما فماش حتى اعتداء. بالله يوروني شكون اللي تم اعتداء عليه، راهو الطلبه والطالبات المنتقبات وقع الاعتداء عليهم، راهو فما عنف مادي صار لهم، فما ناس ضربت، فما ناس تثبت وهينت في شرفها وعرضها فهمت، ثم بعداش الجلاد للاسف يعرض لنا في نفسه على اساس انه ضحيه. نحن لهنا باش نقولوا اما ان نكون او يسحقنا الظالمون، ولا نتراجع ابدا عن مطالبنا وحقوقنا. وانا نذكر قوله شهيده لمالكوم اكس يقول فريدم كانت ويت. بعض الناس يجي يقول لك علاش تو المطلب هذا؟ يا خويا الحريه لا يمكن ان تنتظر. انا ما نجمش نجي لفتاه منتخبه نقول لها شد دارك لين يسمحوا لك بالنقاب، ما تعديش، احرم نفسك من الدراسه ومن العمل لين يسمحوا لك هما بحقك في انك تلبس النقاب، هذا حق شرعي مشروع. فلماذا المنع ولماذا القمع ولماذا الهرس؟ بالله بقايا التجمع راهو نحب نوصل لهم رساله هذوما، والشرذمه نتاع اليسار مازالت متسلطه، راهو الشباب عمل ثوره ضد بن علي وضد الظلم وضد التسلط، وقادر مره اخرى يعمل ثوره ضد بقايا التجمع وضد الناس المرتزقه اللي مازالوا شادين وحاكمين البلاد، اللي متغلغلين داخل الدوله واجهزه الدوله. علاش فما تو نحسوا كانه مواجهه صايره ما بين الاساتذه وما بين الطلبه وما بين الشباب، ومواجهه صايره ما بين الشباب وما بين الناس اللي متسمسره في وظائفها وقاعدين متخبين وراء مناصب نقابيه وراء مناصب اسم استاذ. معناها غير معقول علاقه فوقيه هذه وعلاقه انا السيد وانت العبد لازمنا ننساوها. نحن تو حاليا حاجتنا باش نبنيو مجتمع جديد، مجتمع قائم على الحريه والاحترام متبادل، كما انا نحترمك احترمني، كما انا مخلي لك حريتك انك تمارس حريتك بكل اريحيه، اعطيني حريتي اني نمارس شعائر الدينيه. سبحان الله، اخي دوله مسلمه ونحرم ممارسه شعائر الاسلام، نحرم من الصلاه داخل الكليات، ونحرم من لبس الخمار والحجاب ولبس النقاب، غير معقول. بالله شويه احترام وخلينا نحسوا فعلا انه عايشين في دوله مسلمه وان شعب مسلم، وكفى من الاعتداء على هويه الشعب. انا اليوم صباح فما طالب سامحني فما تلميذ
تهديد وكانش يتعدى على المجلس العلمي، وكانش يتعدى سمح لي مجلس التأديب. التهمه نتاعو شنو؟ انه فما استاذه قالت بالحرف الواحد، قالت انه احنا جايين في استاذ التربيه التشكيليه، قالت احنا جايين لهنا باش نصوروا نساء عليها. في وقت اللي فضل الاستاذ وقال لها هذا حرام، قالت له لا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل في الحرام وكان شيخ في النساء بهذا اللفظ. استاذه في معهد العهد الجديد حي التضامن. تصوروا انتم الاساتذه كيف يستفزوا في الكلام، توصل انها تسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، ناس قاعده تسيء لمقدسات الاسلام وللشعائر الاسلاميه. الناس هذه مرفوضه من قبل المجتمع التونسي، مرفوضه من قبل الطلبه ومن قبل التلامذه، والناس هذه تحب تحدث فتنه في البلاد، وتحب تدفعنا نحو العنف وتدفع ناس نحو العنف. نحن معناها سنمارس حقوقنا، ندافع حقوقنا بكل عقلانيه وبكل ايضا احترام للطرف الاخر، نطلب منه في المقابل انه يحترمنا وانه يعاملنا بنفس القدر من الاحترام ومن العقلانيه. مش ناس متغوله سامحني في اطراف خارجيه، فما ناس متغوله مثلا بفرنسا، متغوله بمؤسسات مدنيه خارجيه، ناس تاخذ تمويلها من الخارج. نحن لا ننتمي الى هذا الشعب، هذا الشعب المفقر والمضطهد والمظلوم، وسندافع عن هذا الشعب وسندافع عن المظلومين في تونس، وهذه مهمتنا، وسنبقى في صف المظلومين ضد الظالمين وضد بقايا الطغاة اللي مازالوا متمترسين داخل اجهزه الدوله للاسف. وشكرا.